كم مرة زعلت من حد واكتشفت بعدين إنه ما كانش يعرف أصلا إنك مستنيه يعمل حاجة، مش لأنه وحش ولا لأنه بيتجاهلك ولا حتى لأنك مش فارق معاه، لا، لكن لأنه ببساطة مش بيقرأ الأفكار. مساء الخير. حلقتنا النهاردة عن التوقعات غير الواقعية. علاقات كتير ما انتهتش بسبب مشكلة كبيرة ولا بسبب موقف واحد، لكن انتهت بسبب تراكم خيبات الأمل، من خيبات الأمل. كل مرة كنت مستني حاجة وما حصلتش. كل مرة كنت بتقول كان المفروض يفتكر، كان المفروض يسأل، كان المفروض يقدر، كان المفروض يهتم، كان المفروض يحس بيا، وكان المفروض ده عمره ما خرج من دماغك ووصل. ولأن كل ده ما حصلش بدأ الزعل وبدأت المسافات تبعد لحد ما العلاقة نفسها بقت عبء. تعرف المشكلة كانت فين؟ إن إحنا ساعات ما بنتخانقش مع الناس، إحنا بنتخانق مع النسخة اللي رسمناها لهم في دماغنا. رسمنا شخص مسؤول فاهم هيتغير وهيبقى أحسن، وصدقنا الصورة دي وآمنا بيها وعشنا معاها لدرجة نسينا نبص على الحقيقة. عارف أصعب حاجة في التوقعات؟ إنها بتخليك تعشق شخص مش موجود. تبقى شايف إشارات واضحة إن الشخص ده عصبي أو مهمل أو غير مسؤول أو أناني أو عنيد أو مش بيعرف يعبر عن مشاعره، لكن كل مرة عقلك يقول أكيد هيتغير، أكيد مع الوقت، أكيد معايا أنا غير، أكيد لما يحب هيبقى شخص تاني. تقدر تفسر الواقع وتدور له على مبررات، لأنك مش بتتعامل مع الحقيقة، أنت بتتعامل مع الصورة اللي رسمتها له في خيالك. والمشكلة إن الصورة دي عمرها ما كانت وعد منه، كانت وعد أنت كتبته لنفسك. لو شايف إن المحتوى ده بيفرق معاك يا ريت تشترك في القناة ولايك وشير علشان نوصل للناس أكتر. دعمكم بيفرق معايا وبيساعدني أكمل. خليني أقول لك جرس إنذار من النهاردة. كل مرة تسمع نفسك بتقول أكيد هيتغير، وقف. دي مش علامة أمل، دي علامة إنك بدأت تعتمد على احتمال مش على واقع. ما تبنيش قرار كبير في حياتك على أمل إن شخص يتغير، ابنيه على الواقع واللي تعرفه عنه فعلا. كل مرة كانت الحقيقة بتقف قدامي كنت بلف شريط جديد من المبررات، لحد ما اكتشفت إن مع الوقت أنا اللي بفتل الحبل بإيدي، والحبل ده هو اللي خنقني. أصعب حاجة في الحكاية إن الخذلان الحقيقي غالبا ما بيجيش من أول مرة. الخذلان الحقيقي بيجي مع العشرة ومع الوقت، بعد ما بتكون حطيت جزء من عمرك وجزء من قلبك وجزء كبير من روحك في المكان الغلط ومع الشخص الغلط. وساعتها انت مش بس بتبكي على الشخص، انت بتبكي على السنين اللي كنت فاكر انها رايحة في اتجاه واكتشفت انها رايحة في اتجاه تاني خالص. الحل: شوف الناس زي ما هم، مش زي ما انت عايزهم يكونوا. واقبل الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، لأن وجع الحقيقة أهون بكتير من وجع الوهم. واعرف إن الحب ممكن يكون دافع للتغيير، لكن عمره ما كان ضمان للتغيير. وافتكر إن الخذلان مش دايما سببه إن الناس اتغيرت. أوقات كتير الخذلان بيبدأ لما الواقع يهدم الصورة اللي رسمناها في خيالنا. مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.